علاقة السلطة أو العائلة الحاكمة بالكرة في تونس هي حكاية قديمة، وبدأت من أول زمان من وقت بورقيبة وتواصلت مع نظام بن علي، وإن كانت فما برشا روابط سياسية جمعتها بالكرة. ما خلينا نعرفوا شنو قصة العائلة الحاكمة وروابطها بالكرة في تونس. نرجعوا الاول للفيه وقت كانت لافيون فيولي وتونس كانت تحت نظام بن علي. وقتها كانت عائله ليلى تحب تحط يديها على النادي الافريقي اللي هو يعتبر واحد من اهم الانديه التونسيه تاريخيا، وهني كانت فما نوايا متواصله من بلحسن طرابلسي اللي كان قريب برشا من النادي الافريقي وكان يحب يوري روحه كمساند للنادي. سي حمادي بوسبيع معناها وسي بلحسن طرابلسي اللي ماديا معناها بمئات الملايين يعاونوا في مسيره النادي الافريقي، وكيف كيف عماد طرابلسي اللي خذا منصب في النادي لمده 5 أو 6 أشهر تقريبا. ما كانش عنده تغيير جذري في تاريخ النادي نظرا لقصر المده، لكن كان عنده نفوذ كبير برشا وقت، وكان يتدخل في كل صغيره وكبيره ويحب يفرض وجوده في وسط الفريق. وهذا حسب اللاعب خالد المولي اللي بعد ما خذا ورقه حمراء في الدربي يحكي الكلام هذايا بالضبط. والله ما فماش علاش تكليت الكوره، انا ما لا غالب مشي تاكل الكوره جات في ساقيه الله غالب شنو نعمل. حاجات اللي يقولوا خالد المولي الجمهور الرياضي يتذكروا بها هي ورقه حمراء كان يلعب مع الكلوب ضد الترجي الرياضي التونسي وانت بكيت. عفوش العباد انك تعاركت مع مسؤول بارز في وقتها في النادي الافريقي. ماذا طرابلسي وقتها هو مسؤول في النادي الافريقي. ما تجبنيش طريقه التعامل نتاعهم بعد الماتش هذاك، وكان متغشش وقتها على سبك. هو ما سبنيش انا، سب المجموعه. يخفي سبكم مش تقولوا والله يا اللي بيك يا اللي إيه جوستومون فما ناس تقبل، انا واحد من الناس ما قبلتش. مش نوليو ابطال. انا ما قبلتش دايور من نهار هذاك ما عادش خاطر الكلوب، انا واضحه الحكايه. وقتها عماد طرابلسي ان شاء الله ربي يخلص واحد يفرج عليه ويسامحه، كانسان عنده بوفوار وكل شيء عنده كل معناتها التحكي نتاع متكبر هكا، وحتى طريقه تعامله مع الملاعبيه ماهيش كلي نتاع اميتي اكثر منها معناتها انا فلان اللي فك الكراهه باللاعبين. هاي هذيك بعد الدربي اللي كسرناها 4 بلاش شيء اللي عندهم كراه فكلنا. ومرور طرابلسي على النادي الافريقي خلت المنافسين يقولوا انه فريق يخفي البطولات بالسلطه، خاصه في المرات اللي صارت فيهم اخطاء تحكيميه وخدمه النادي الافريقي. اما جواب جمهور النادي الافريقي انه النادي ما ربحش برشا بطولات في عهد بن علي، وتقريبا اخر بطوله قبل الثوره كانت عام 2008، وهذا زاد اعطى الجمهور باب جديد الحجه باش يقولوا انه احنا ماناش فريق سلطه، وبداوا يرميوا في اصابع الاتهام على الغريم التقليدي ليهم الترجي الرياضي التونسي اللي شد رئاسه تنسيب بن علي اللي هو سليم شيبوب من عام 1989 حتى العام 2004، اللي كان ماخذ وقتها بنت الزين اللي هي درصاف بن علي. شيبوب اللي تحطت عليه كل التهم وكانوا يقولوا انه يستعمل اي سبيل باش الترجي يربح، كيف سواء من تحكيم او اضعاف المنافسين او استغلال السلطه ونفوذه، وهذا الكل حسب الشارع الرياضي اكيد. مع هذا سليم شيبوب ما انكرش واللي كان يمن بفكره انه تبكي امك انت ولا تبكي امي انا، على خاطر الكره وقتها ما كانش تلعب في التيران وكان كل واحد يضرب على ضربوه، واللي انكر في برشا كلام لكن اكد فكره انه لازمك تفك باش توصل في تونس وقتها، على خاطر الكره وقتها كانت عباره على غابه. واجبي مع جمعيتي دمت بقلب ورب وعادينا الناس وغرنا على الناس وفكينا وعملنا وضاربنا وعاركنا. شو معناتها نغور؟ معناها نفك حاجه مش متاعنا. انت قلت انا ما قلت. لا شو معناتها تغور؟ معناها جي انت مثلا بطوله تبدا الناس هاربه عليك وتتامر عليك وتغور وتغير وتتحرك الناس وتقف الرجال ونهزوا البطوله، معناها وقروا اللي يتقال على الترجي وتحكيم رانا كنا نلعبوا بحكام اجانب يرحم والديكم. فرق الكبيره اللي تقول والله انا كنت لكن ما خلونيش، ثم فرق ما كانتش اصل تنافس معايا في البطوله، كنت انا والنجم فقط. عام 2008 وقت اللي قاس الضوء سليم شيبوب هو اللي قاس الضوء. انا في فرنسا وقصيت الضوء. انت في فرنسا وقتها؟ انا في فرنسا مثالش قص الضوء والترجي خاسر، يعني نحب نخسر جمعيتي وجمعيتي هي اللي تستقبل. يعني فما ناس يعتقدوا انه سليم شيبوب نفع الترجي برشا وافاد الترجي برشا، في نفس الوقت اضر بالكره التونسيه بجمعيات اخرى. السؤال هذا يتطرح برشا مرات، علاش عاود فيه؟ كونه سليم شيبوب يولي في وقت من الاوقات رمز للقوه والانتصارات المتتاليه والنفوذ، ضرك الشيء هذا؟ لا، والترجي نجاحاته ما تخليش الناس معناها يرقدوا لليوم ما تخليش الناس ترجي ولا سليم شيبوب الزوز كان. وبن علي زيد كان يحب الكرة برشا وكان يراها كاستثمار للدولة واستثمار لصورته هو زاد، وينظم كأس أفريقيا عام 1994 في تونس، وكانت الغاية منها هي البروباغندا وتطليع صورة تونس قدام الأمم. وبعد خروج المهين لتونس من الدور الأول ما حبسناش غاديك ونظمنا دورة الألعاب المتوسطية عام 2001 وعودنا نظمنا الكان مرة أخرى في تونس عام 2004. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن على بركة الله افتتاح الدورة 24 لكأس الأمم الأفريقية
الجديدة لكرة قدم بتونس. لكن الغاية مرة هذه هي كانت تلميع صورة السيستم أكثر من ما هي بروباغندا. بعد ما تونس حققت كأس أفريقيا للمرة الأولى تاريخيا، الفضل الكل تنسب لبن علي بأنه هو رجل تونس الأول، والفضل الكل يتنسب كان ليه هو. وحتى الإخراج التلفزي وقتها كان مركز عليه برشا وإن كانوا يصوروا فيه برشا وهو في المنصة الشرفية ويحاولوا يبينوه كأنه بطل شعب. وللتوضيح، الزوز كؤوس إفريقية اللي تنظموا في وقت بن علي كان رئيس لجنة تنظيم وقتها اللي هو سليم شيبو، واللي عاون برشا بمكانته وسلطته باش إنه كان يتنظم بالباهي وينجح في تونس. عندنا ملاعب وعندنا زاده شويه مجاملات وشويه تدخلات. في الوقت هذاك كان ثم سليم شيبو، كان ثم سليم علول وما أدراك الله يرحمه. اي زوز من الناس هذم هم جابوا لنا الكاس افريقيا لتونس. حكم الكرة هي ساعات تكون سلاح ذو حدين، النظام كان يستعملها باش يخلق بها توازن داخل الشعب. وإن كان زاد الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي معز إدريس وصلاح الدين الزحاف الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي قراب من السيستم، وما كانوش منسوبين مباشرة لبن علي لكن كانوا قراب منه، واللي كانت علاقتهم به وظيفية وكان يعدل بهم بن علي في الميزان الاجتماعي وقت اللي يستحق. وفكرة العائلة الحاكمة كانت موجودة من قديم الزمان ومازالت متواصلة حتى التو بعد الثورة، حتى ولو كانت بطريقة غير مباشرة. هذه كانت حكايتنا بخصوص العائلة الحاكمة في تونس وعلاقتها بكرة القدم. انتم اعطونا رايكم في الكومنتات وقولوا لنا هل فما حكايات أخرى تربطت فيهم الكرة في تونس بالسياسة.